تدفع 200 جنيه تكسب 500 جنيه، تدفع 500 جنيه تكسب 1000 جنيه. كل ده وانت قاعد في بيتكو من غير اي مجهود ومن غير اي تعب. كل اللي انت هتعمله هتدخل على القناة اللي على التليجرام، وبعد ما تبعت لهم الفلوس عشان انت عايز تكسب هيتنصب عليك. نعمل ايه في الحالة دي ونجيب فلوسنا ازاي؟ هتجري على مباحث التليفونات، تعمل محضر بالارقام اللي انت حولت لها الفلوس، وتطلع على مباحث الانترنت تعمل محضر بالقناة وبالارقام اللي انت حولت لها الفلوس برضه. هم هيتواصلوا مع الشركة ويعرفوا انت حولت لمين. النصيبة مش هنا، النصيبة ان 3/4 الارقام دي بتبقى بتاعت ناس ملهاش علاقة بالموضوع. 1% بيوصل لحقه، والباقيين هيجي المحامي بتاعهم يطعن ويقول ان البيانات اللي في الشركة، بيانات العملاء اللي في الشركة مش حديثة. طب نعمل ايه؟ ما ندخلش القنوات دي اصلا. كل ده نصب. مفيش حاجة اسمها خد 500 جنيه واجيبهم لك 1000 جنيه، مفيش حاجة اسمها اخد منك 200 جنيه واديك 500 جنيه. خدوا بالكم عشان 3/4 القضايا دي براءة وفلوسكم هتروح عليكم. والسلام عليكم.